أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق 3 أيام من 14 إلى 16 يونيو حزيران الجاري. وقال مصدر جزائري مسؤول إن الرئيس تبون سيصل إلى موسكو يوم الأربعاء المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث العلاقات بين البلدين قبل التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي المعمقة. وتعد وثيقة التعاون الاستراتيجي المعمق الجديد تطويرا لوثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين البلدين عام 2001. ويقام على هامش الزيارة منتدى الأعمال الجزائري الروسي الذي يشارك فيه رجال الأعمال ومدراء الشركات الاقتصادية الكبرى من البلدين. وتقرر تحييد ملف التعاون العسكري بين البلدين عن أجندة الزيارة، بينما سيتم التركيز على القضايا الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتجارب وملفات أخرى تخص الصحة والتعليم العالي والثقافة والاتصال. وقال السفير الروسي في الجزائر فاليري شوفايف خلال حفل نظمته السفارة بمناسبة اليوم الوطني لروسيا إن موسكو تنتظر من الجزائر أن تكون طرفا قويا في الثورة الجيوسياسية الحاصلة في العالم والنظام الدولي بما لها من مقومات وإمكانات وثقل سياسي في منطقتها.